السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. قبل ما نبدأ الحلقة بفكركم إن أنتم تعملوا لايك وسبسكرايب على القناة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجتين: إزاي نعمل سيل فري سيستم، وإيه مصطلح السيل فري سيستم دون، وإزاي نعمل بيلدينج أو بناء ال RNA في المعمل أو إن فيترو. واستخدمنا مصطلحات مهمة جدا نستخدمها في البيولوجي، يعني ايه ان سيليكو، يعني ايه ان فيفو، يعني ايه ان فيترو. كانت حلقه جميله جدا، كانت بتتكلم عن البريبريشن بتاع الدراسات اللي استخدموها عشان يعملوا ديسفيرنج للامينو اسيدز او ديسفيرنج للجينيتيك كود. اتكلمنا برضه في الحلقه اللي فاتت ان سنه 1991 في اتنين من العلماء، واحد اسمه نيرنبرج والتاني اسمه هينريتش. هم كانوا اول ناس يربطوا ما بين الامينو اسيدز والجينيتيك كود، يقولوا ان الامينو اسيد دون بيحصل له سفيرنج للجينيتيك كود ده او ده او ده. فكانوا اول ناس يلينك ما بين ال specific coding sequence to specific amino acids. في الحلقه دي هنتكلم عن التجربه بتاعتهم. التجربه بتاعتهم سهله جدا وبسيطه، هنتكلم عن تجارب تانية ان شاء الله، ولكن احنا لسه في فكره الديسفيرنج اوف جينيتيك كود والجينيتيك كاركترستكس. طيب التجربه بتاعتهم اللي هو كبدايه بتاعه الاثنين باحثين اللي قلنا عليهم دول كانت اسمها هومو بوليمر كودز. التجربه بكل بساطه كان هدفها ان هم يعملوا RNA هومو بوليمريز. يعملوا RNA هومو بوليمريز. يعني ايه RNA هومو بوليمريز؟ يعني عباره عن RNA. احنا اتفقنا هم ازاي يعملوا RNA عن طريق الانزيم اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، عشان كده احنا كنا بناخد الحلقه بتاعت المره اللي فاتت عشان لما نتكلم النهارده هم عملوا RNA جوه المعمل. عملوها ازاي؟ ما فيش DNA تمبلت، ما فيش RNA بوليمريز، لا هم عملوها بالطريقه اللي احنا كنا قلنا عليها. عملوا RNA هومو بوليمريز. يعني ايه RNA هومو بوليمريز؟ هو عباره عن RNA موليكيول فقط بيحتوي على one type of ribonucleotide. يعني ايه one type of ribonucleotide؟ بكل بساطه كل اللي هم عملوه ضافوا للسيل فري سيستم، تمام، حاجه من الاربعه. يا اما كل النيوكليوتايد اللي هتتحط هتبقى كلها يو، يا اما تبقى كلها ايه، يا اما كلها سي، يا اما كلها جي. ومن هنا جاي مصطلح الهومو بوليمر او RNA هومو بوليمريز. اذا بكل بساطه انا عندي هنا التيوب بتاعتي فيها السيل فري سيستم اللي اتكلمنا عنه، اللي هو الريبوسومات، الامينو اسيدز، بلا 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 بلا. وده رقم واحد. رقم اتنين استخدموا الانزيم اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، اللي هو حطه فيه عشان يكونوا RNA. ال RNA كل اللي بيحتويه هو A بس. كل ال RNA اللي هم ضافوه او ال RNA اللي هم عملوا له بيلدينج احتوى على A. حلو. وراح حطوا دون مع دون، وبالتالي هيحصل بناء لامينو اسيد معين. حلو. الامينو اسيد اللي هيتكون هيبقى الشفره الوراثيه بتاعته A. هي دي فكره الاكسبيرمنت. It's an initial experiment. بسيطه جدا وسهله جدا وما فيش اي تعقيد فيها. تاني اللي هم عملوه they tested each of these types of mRNA to see which if any خد بالك which if any amino acid بيطلع انهي بروتين او انهي امينو اسيد بيطلع انهي بروتين، او انهي شفره بتطلع انهي بروتين او انهي امينو اسيد. فانا اذا كان اصلا ما عنديش غير كل اللي في التيوب A، فكل اللي هيطلع من امينو اسيد ده معناه ان السيكونس بتاعه او الكود بتاعه هو عباره عن A لان شفره وراثيه ثلاثيه. نفس الكلام C. اكتشفوا اول اكتشافات اكتشفوا ان لما بيحطوا كل الهومو بوليمريز او RNA هومو بوليمريز يو بيطلعهم فينيل الانين. ده الشفره الوراثيه للفينيل الانين which is amino acid هي يو. وبرضه اكتشفوا ان الشفره الوراثيه A بالديسفيرنج اهي للايسين.
وان الشفره الوراثيه سي 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 بتديسفير للبرولين. هو ده مصطلح اللي قلناه اصلا في الاول خالص. يعني ايه يعني ايه ديسفير of code؟ disfairing of the code. فهنا اكتشفنا انه اليو بتطلع فين الانين، جم عند الجي ما طلعتش حاجه، قال لك واضح ان الجي مختلفه، في شيء مختلف، ما طلعتش امينو اسيد معين، وبالتالي محتاجين تولز ثانيه بطريقه ثانيه، حاجه ثانيه عشان نكتشف الجي بتطلع امينو اسيد شكله عامل ازاي او اسمه ايه. سهله صح؟ شفتوا ازاي الديسفيرنج سهل؟ طيب بعد كده هنخش المرحله اصعب شويه، وهي حاجه اسمها ذا تريبل بيندنج اسي. طبعا الشفره الوراثيه 64 اللي احنا اكتشفناه لحد دلوقتي بالتجربه بتاعه نيرنبرج هم 3: ال AAA، ال CCC، ال UUU. تمام؟ ناقص كام؟ ناقص 43. هنشوف طريقه ثانيه بقى ندرس بيها، ما هو الطريقه دي خلاص هي دي ده اللي احنا معانا دلوقتي، 3 دول بس. ناقص 43 هنكتشفهم ازاي؟ جه مجموعه من الباحثين او 2 من الباحثين، واحد اسمه نفس الشخص نيرنبرج، واحد اسمه فليب ليدر. هو مش ليدر، هو اسمه كده، هو اسمه فليب ليدر. developed assay اسمه تريبل بيندنج اسي. التريبل بيندنج اسي دون بكل بساطه ده عمل اسسمنت للتريبل كودونز، والتكنيك دون كان مبني او خد الفكره بتاعت انه الرايبوسومز لما بتبقى موجوده ان فيترو مع الار ان اي سيكونس، اوكي، هيحصل لهم بيندنج عشان يكونوا كومبلكس. نفس الكومبلكس ده هو بيحصل في في الخليه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو معانا الرايبوسومز جوه التيوب، ومعانا تريبل كود للار ان اي اللي هو دون، ومعانا التي ار ان اي اللي هو دون، هيكونوا لي كومبلكس. الكومبلكس دون هو نفس الكومبلكس اللي بيحصل في الخليه. حلو؟ دي الفكره، هو دي الادفانتج. هم خدوا الادفانتج بتاعت انه لما بتعمل كده في الفيترو هو نفس اللي بيحصل في الفيفو. اول حاجه او اول معلومه نعرفها هنا انه احنا محتاجين تي ار ان اي، محتاجين ام ار ان اي، محتاجين رايبوسومز اند سو اون. وهذا ال AAA اللي هو بتاع التي ار ان اي هو مقابل لليو يو يو اللي هو بتاع الام ار ان اي، وبيحصل لهم بيندنج كومبلمنتري، مكملين لبعضهم. وبالتالي هذا الثلاثه اليو يو يو دي اسمها كودون، ولكن ال AAA اسمها انتي كودون. بيحصل لهم بيندنج زي ما احنا شايفين هنا في الصوره اهو، مع بعض مكملين لبعض، والتكمله دي بتخليهم يمسكوا في بعض، وبالتالي يتكون هذا الريبوسوم. وتحت اهو خالص في الفينيل الانين اللي هو بيبقى ماسك في التي ار ان اي، ويتكون الفينيل الانين او السلسله من الفينيل الانين. دي الفكره بكل بساطه بتاعه التريبل بيندنج اسي، او ده الادفانتج اللي خليت التريبل بيندنج اسي عشان تتعمل التكنيك بتاعها. وهنتكلم على التكنيك دلوقتي. يا رب نركز ونوقف الفيديو لو مش مركزين، ونرجع تاني للنقطه دي عشان التجربه دي لحد ما مش صعبه، ولكن يعني محتاجه شويه تركيز. وان شاء الله دي اخر حاجه في الحلقه، ما تقلقش، خلاص خلصنا. طيب الفكره ايه؟ الفكره انه انت عندك الار ان اي اللي هو الثري نيوكليوتايدز بتاعت الار ان اي اللي هي تريبل، اللي هي كودون او الكود، بتمسك في الريبوسوم. ولما بتمسك في الريبوسوم بيحصل اتراكتنج للتي ار ان اي، والتي ار ان اي بيقوم ماسك في الام ار ان اي، وبيتكون الكومبلكس اللي احنا كنا بنتكلم عنه. الناس دي اللي هم عملوه بكل بساطه ان هم جابوا ال 20 امينو اسيد وحطوه مع الريبوسومز، وحطوه مع تي ار ان اي، وحطوهم كل السيستم مع بعض. ولكن من ال 20 امينو اسيدز عملوا تشارجنج او ليبل لواحد من الامينو اسيدز. يعني السيستم اللي موجود فيه كل الحاجات دي فيه 19 امينو اسيدز عاديين خالص،
وفي واحد منهم labeled علمناه بعلامه كده. تمام؟ وبالتالي لما علمناه بعلامه ده اصبح عندنا 19 امينو اسيد مش متعلمين، واحد متعلم احنا عارفينه. ده الفكره العامه كده. هم التولز اللي معاهم ايه؟ الاكسبيرمنت 3 خطوات. اول خطوه انت هتميكس الار ان اي اللي هو تريبل كود ل سبيسيفيك سيكونس، وهتميكس معاهم ال 20 امينو اسيدز، وهتحط 2 مع بعض، وبالتالي هيحصل الحركه اللي احنا لسه كنا شارحينها من شويه دي. اهو معانا السيستم بتاعنا في مثلا السي سي سي، ده الاكزامبل بتاعنا. السي سي ده تبع البرولين، تمام؟ ومعانا الريبوسومات، ومعانا الكودون والانتي كودون والتي ار ان اي، ومعانا كل حاجه. حطيناهم مع بعض، اصبح عندنا السيستم بتاعنا. عشان نعمل الاكسبيرمنت هنسيبهم شويه مع بعض، عشان يحصل اللي كنا بنتكلم عنه من شويه، انه بما انهم كلهم مع بعض لازم يحصل لهم بيندنج بالشكل دون. ان كيس انه حصل لهم بيندنج بالشكل دون، هيبقى يتكون السيستم او الكومبلكس. الار ان اي هيمسك في التي ار ان، الام ار ان اي هيمسك في التي ار ان اي، والسيستم بتاع الريبوسوم هيتكون. وخد بالك احنا قلنا ان في واحد ليبلد خد بالك اهو، راديو ليبلد امينو اسيد، وال19 التانيين مش ليبلد. وبالتالي احنا هنكتشف او هنعرف الليبل دون من ضمن التانيين عشان احنا معلمينه مدينه علامه راديو ليبلد. حلو. بعد كده هنقوم حاطين كل الحاجات دي اهو، هنحط كل الحاجات دي على فلتر، والفلتر دون بشكل او باخر هينزل كل حاجه زي ما احنا شايفين. كل حاجه هتعدي من الفلتر ما عدا الكومبلكس لان حجمه كبير، لانه لما بيتكون الكومبلكس مع التي ار ان اي مع الام ار ان اي مع الكومبلكس بتاع الريبوسوم، اصبح الحجم دون كبير على ان هو يعدي من الفلتر ده. فكل حاجه بتعدي من الفلتر ما عدا الكومبلكس بتاع الريبوسوم. حلو. بعض منهم الليبلد معانا او الانليبلد معانا. كده فهمنا انه خلاص كده هيتبقى معايا الريبوسومز بالكومبلكس اللي اتكون بلا 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 بلا، وخلاص كده احنا خلصنا. طيب ازاي فهمنا ازاي دون بيدسفير الامينو اسيدز كودون؟ الموضوع بسيط كده، بسيط جدا. اول حاجه عشان نفهم ازاي التجربه دي ساعدتنا ان احنا نفهم او نعمل اساي، لو الراديو اكتيفيتي اللي هو راديو اكتيف امينو اسيد was not retained on the filter، لو ما حصلوش ريتيننج على الفلتر، ده معناه ان احنا اخترنا انكوريكت امينو اسيدز عشان نتست. ده معناه ان احنا اخترنا امينو اسيدز غلط عشان نتست. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا قلنا، خد بالك بس الكلام بس يبقى واضح معانا، احنا قلنا ان احنا محتاجين فقط، مش محتاجين ام ار ان اي طويل، احنا محتاجين بس تريبل ار ان اي. فلو السي سي ما مسكتش في الراديو اكتيف امينو اسيد، ده معناه ان احنا اخترنا راديو اكتيف امينو اسيد غلط ما يتناسبش مع السي سي سي. خد بالك احنا ما معناش ار ان اي طويل، ما معناش ديفرنت كودونز، ده هو كودون واحد بس اللي بنختبره. حلو. ادي السي سي سي. حلو. واحنا افترضنا ان السي سي سي ده برولين، وعملنا راديو اكتيفيتي للبرولين اهو بقى راديو اكتيفيتي. ان كيس ان السي سي دي تبع البرولين هيحصل كاتش ويحصل كومبلكس ويحصل. لما نيجي نعمل الفلتريشن هنلاقي ان الفلتريشن في البرولين راديو اكتيفيتي هتبقى موجوده وهنكتشفها. لو ما اكتشفناش او ما لقيناش راديو اكتيفيتي موجوده على الفلتر، ده معناه ان السي سي سي مش تبع البرولين، تبع حاجه ثانيه. ده معناه احنا تستد حاجه غلط، احنا افترضنا افتراض غلط. تاني، لو if radioactivity was not retained on the filter an incorrect amino acid had been tested. ان احنا افترضنا انه السي سي سي مثلا
تبع الفينيل الانين. لو افترضنا ورحنا علمنا الفينيل الانين وما علمناش الباقي 19 امينو اسيد ما تعلموش. حلو. هنعمل التجربه وهنحط الفلتر. حلو. مش هنلاقي الفينيل الانين موجود على الفلتر لان هو مش صح. الفينيل الانين مش تبع السي سي سي. فهنا ما لقيناش على الفلتر الراديو اكتيفيتي امينو اسيد. ليه؟ لانه السي سي سي مش بتاعه الفينيل الانين واحنا علمنا الراديو اكتيفيتي للفينيل الانين. طيب ايه اللي هيحصل لو العكس؟ لو الراديو اكتيفيتي remained on the filter اصبحت موجوده على الفلتر. ده حصل لانه charged tRNA ماتش مع الار ان اي. حلو. ومع الريبوسومز وحصل لهم ريميننج على الفلتر. ده معناه ان السي سي سي هي تبع البرولين. لو احنا علمنا البرولين ولقينا البرولين على الفلتر ده معناه ان السي سي سي اللي كانت موجوده جوه التيوب هي تبع البرولين. لان احنا تاني برضو اللي انا عايز اكد عليه النقطه اللي هتبقى فارقه قوي في الموضوع دون، احنا ما عندناش كومبليت ار ان اي، احنا ما عادش معانا تريبل كود اللي هو السي سي سي اللي قدامنا دي. في تجربه ثانيه هيختبروا الاي اي، في تجربه ثانيه هيختبروا الاي يو سي، في تجربه وهيقعدوا يعملوا ليبلنج لديفرنت امينو اسيدز عشان يشوفوا انهي امينو اسيد هيكاتش مع السي سي سي، ويشوفوا انهي امينو اسيد هيكاتش مع الاي يو سي، يشوفوا انهي امينو اسيد هيكاتش مع الجي يو جي، ما اعرفش ايه. فاهمني؟ تجربه صعبه وزي ما نقول كده الهدر فيها كتير، ولكن بتسهل لي ان انا بالليبلد امينو اسيدز اللي هيماتش مع واحده هيماتش مع التريبل كودون اللي انا حاططها. انا مش حاطط كومبليت ار ان ايه يا شباب، انا حاطط تريبل كودون فقط. لو الثلاثه بتاعت التريبل كودون دي مسكت مع الراديو اكتيفيتي برولين ده معناه ان الثلاثه تريبل كودون دول بيماتش مع البرولين، ومعناه ان السي سي سي تبع البرولين. انا طبعا عارف انا حاطط ايه في التجربه، حاطط سي سي سي، انا عارف انا اللي عاملها. وصلت. بناء على كده in such case a specific codon اوكي، بناء على كده اكتشفوا حاجات كتير قوي. amino acids assessment to specific triple codon based on triple binding assay. based on دون اكتشفنا حاجات كتير قوي. اكتشفنا ان ال AAA وال AAG لما حطينا كل واحد لوحده وكان الراديو اكتيفيتي بتاعتي لللايسين دونا عن الباقي الامينو اسيدز ال 19 التانيين، لقينا ان اللايسين بيبقى موجود على الفلتر راديو اكتيفيتي بتاعته لما حطينا ال AAA. وفي تجربه ثانيه لما حطينا ال AAG لقينا برضو اللايسين لما كنا عاملين راديو اكتيف دونا عن ال 19 امينو اسيد التانيين لقينا ان هو بقى موجود على الفلتر. وفي النهايه اكتشفنا ان الاي جي بتديني اللايسين. نفس الكلام للاي جي ميثيونين. الثلاثه دول كل واحده لوحدها لما عملناها اكتشفناها مع الايزوليوسين. الاربعه دول مع البرولين، دول مع الليوسين. ليوسين ده ايزوليوسين، ده اللايسين، في اختلاف ما بينهم. ها جلوتاميك اسيد، سيرين، كل الحاجات التانية دي، سيستين، ليسين، فينيلالانين، كل ده. طب ايه الكونكلوجن بتاعت التجربه دي؟ مهمه جدا يا شباب، الاسي ده مهم جدا واكتشفنا من خلاله حاجات كتيره جدا. تجربه تبدو متعبه وتبدو صعبه وتبدو معقده، ولكن كانت تجربه مهمه جدا ان احنا نكتشف كل الحاجات دي. اكتشفنا حاجات كتير، يعني احنا المره اللي فاتت في التجربه الاولانيه اكتشفنا 3 من 3 بس، فاهم؟ انما في التجربه دي اكتشفنا اكتر زي ما انت شايف كده يعني. وبالتالي الكونكلوجن اللي نطلع من الاسي دون او من التجربه دي 2 كونكلوجن. اول كونكلوجن genetic code is degenerate يعني زي ما قلنا لثالث مره يمكن لامينو اسيد واحد ان يترجم من اكتر من شفره وراثيه اللي هو دي. معانا اليو يو يو واليو يو سي بيطلعوا الفينيلالانين. ده معناه انه 2 كودون بيطلعوا امينو اسيد واحد. السيرين مثلا اهو في 4 كودونز للسيرين، كتير جدا يعني.
الاربعه دول بيترجموا لي امينو اسيد واحد، فده المصطلح بتاع الديجنريت. تاني حاجه الشفره الوراثيه لا لبس فيها unambiguous، يا رب اكون منطقها صح. تمام، لا لبس فيها يعني ايه؟ يعني ال AAA اللي هي هنا دي كده وال AAG مش هتلاقيهم متكررين في حته، هتلاقيهم موجودين بس لللايسين. لو بصيت كده على الشفره الوراثيه اللي طلعينها دي كلها مش هتلاقي ال AAA مع اي حاجه غير اللايسين. ده معناه ان الشفره الوراثيه مش مكرره لا لابسه فيها. لما نقول AAA ده معناه ان هو لايسين ولا اي حاجه تانية. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه وسلام عليكم.